غزر لهم وقالها أنا فاشل، هاكم باش ترتاحوا منه الفاشل هذا، ما قتلش روحه أما قتلهم. قبل ما نعرفكم على الشخصيات الرئيسية للجريمة المأساوية هذه باش نطرح عليكم سؤال فكروا فيه باش تقولوا لي رايكم في آخر الحلقة. زعما الشعور بالنقص ينجم يصنع مجرم؟ حكايتنا اليوم توجع القلب واهتزت ليها تونس الكل 4 سنين التالي، بالتحديد في وادي الليل منوبة. الحكاية بدات بعد نهار طويل من الخدمة، يرجع البول الدار في عشية من عشويات ديسمبر، وعلى غير العادة وخر شوية النهار هذاك على وقته المعتاد، وعلى غير العادة زادة لقى باب الجردة محلول. دخل دق باب الدار أما ما حلو حد، طلب مرته ما تجاوبش، كلم بناته ما يجاوبوش، بدا يتوتر وطل من الشباك لقى دخان خارج، يجري طلب الشرطة والحماية اللي جاو لقاو الأم و3 بناتها ميتين ومحروقين وسط الدار. الأم راضية 60 سنة، الأخوات آمنة 30 سنة تخدم في مخبر لأحد المستشفيات، آيات 25 سنة تقني في الهندسة المدنية، وإلهام 23 سنة مصمم. الأم وبناتها 3 لقاو جثثهم بحذا بعضهم متفحمين. صدمة كبيرة للبو اللي كملت عليه الأبحاث النيابية. سبب الموت مش الحريقة وإنما تعانت بسكين في كامل جسدهم. زعما شكون اللي قتلهم؟ العائلة هذية المتكونة من بو وأم و3 أخوات بنات، ما قلت لكمش إنه رابعهم أيمن، الأخ الثاني في الترتيب وعمره 28 سنة، كان يخدم كعامل في وزارة الثقافة قبل ما يولي بطال. الأب اللي تم توقيفه والتحقيق معاه رجح إنه ولده أيمن قام بهالجريمة، أيمن اللي كان في خلاف دائم مع عائلته وعنده مديدي بيت خارج الدار. الشكوك الكل توجهت له خاطر العائلة هذه معروفين في الحي الكل بطبيعتهم وأخلاقهم وما عندهمش عداوات. الأمن قام بواجبه وفي ظرف 24 ساعة أو أكثر شوية تشد أيمن على أحد شواطئ جرجيس وهو يحضر في روحه باش يحرق، وكما توقع الأب أيمن هو اللي قام بالجريمة واعترف بسهولة وقت التحقيق. بعد سهرية للصباح مع أصحابه روح أيمن لدارهم، دخل الدار هز سكينة ومشى لأمه اللي كانت راقدة في بيت القعاد، فاقت على الحس ولقات ولدها فوق راسها وفي يده سكينة. شبيك شنو تعمل؟ قالها أنا فاشل، هاكم باش ترتاحوا منه الفاشل. الأم ما زالت ما كملت جملتها ويطعنها أيمن في وجهها وبعد في بدنها الكل، وحسب التحقيق كانوا 50 طعنة. قامت آمنة أخته الكبيرة على السياح، كملت عنها وبنفس الطريقة قتل إلهام وآيات. سحب الجثث الكل فرد بيت، حد دبشوا اللي بالدم والسكين فوق الجثث، جاب دبوسة الغاز وحرقهم بطريقة بشعة جدا. أيمن اعترف أنه النية كانت يقتل بوه زادة، أما شاءت الأقدار أنه الأب النهار ذاك يوخر. مصدومين مش هكا؟ كيفاش ولد يقتل عائلته وليه يزيد يحرقهم؟ أيمن يقول في الاستنطاق أنه دوافع جريمته كانت بسبب المعاملة السيئة من عائلته والتفرقة في التعامل بينه وبين اخواته البنات بما أنهم كانوا ناجحين في دراساتهم وحياتهم. هذا اللي خلاه ديما يشعر بالغيرة والدونية منهم، حتى وصل شك إنهم مش عائلته الحقيقية، رغم أنه الرواية هذه ينكرها المقربين من العائلة اللي يقولوا أنه اخواته وأمه كانوا بالعكس يحنوا عليه ومدلينه وعاونوه في برشا مناسبات، منها وقت دخل الحبس بسبب استهلاك الزطلة. أيمن صدر في حقه حكم بالإعدام، ولو أنه الإعدام في تونس مجمد من عام 1991. أما يبقى السؤال، هل عقدة الدونية تنجم توصل عبد يقتل أمه أغلى إنسان في حياته وأخواته من لحم ودمه؟ عالم النفس ألفريد أدلر يعرف الشعور بالدونية أنه شعور قوي بعدم الكفاءة وانعدام الأمان نتيجة لنقص جسدي أو نفسي أو حتى متخيل، ويقول أنه الشعور بالنقص شعور طبيعي لأي إنسان ما دام يكون حافز ودافع لتنمية الذات وتطويرها، أما يتحول الشعور لمرض إذا زاد القلق والتوتر وأصبح شخصية عدوانية ومؤذية. ويقول آدلر زادة أنه الإنسان عموماً عنده رغبة الانتماء إلى الجماعة وحصوله على مكانة ومنزلة فيها، ووقت يحس الفرد بالفشل وخاصة العجز
يلجأ لتعويض شعوره بالنقص بطريقة مبالغ فيها، وعلى ذاك يولي الانحراف بالنسبة ليه وسيلة لجذب الانتباه لذاته، وهكاك يعوض إحساسه بالدونية. وهنا حالات الانحراف تنجم توصل للجريمة في حالات كثيرة. اكتبوا لنا في التعليقات شنو رايكم في وجهة النظر هذه، وما تنسوش باش تتابعونا على الفيسبوك، الانستغرام والتيك توك.